السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. مع بعض النهاردة هنعمل سلطة الخضار المشوي، سلطة تقدروا تعملوها مع أي صنف مشويات، ومكوناتها بسيطة جدا. معانا هنا واحدة فلفل أحمر، واحدة فلفل أصفر، واحدة من الطماطم، 4 فصوص توم، بصلة واحدة متوسطة. هقطع الفلفل لنصين وهشيل القلب والبذور اللي جواه، وهخلي الجزء اللي مقطوع في الصينية من تحت. ونفس النظام في الطماطم، هقطعها لنصين وافضي المية اللي جواها، وهخلي الجزء اللي مقطوع في الصينية من تحت. ونفس النظام في البصلة، هقطعها لنصين وهخلي الجزء اللي مقطوع في الصينية من تحت. وهحط التوم وهرصهم في الصينية بتاعتي، وهاخدهم احطهم تحت الشواية. طبعا انا مشغلة الشواية من اول ما بدأت اقطع الخضار بتاعي. هفضل كل شوية الف الصينية بتاعتي تحت الشواية لغاية ما الخضار كله يتشوي بالشكل ده. بيكون الجزء اللي تحت في الخضار عشان مفتوح استوى من سخونة الشواية، والجزء اللي فوق اتشوى وادانا الطعم والشكل زي ما انتوا شايفين كده. هسيبه لغاية ما يهدى من السخونة بتاعته شوية، وهبدأ اقشر القشرة بتاع الفلفل الاحمر والاصفر، وهحتفظ بالقشرة بتاعة الطماطم. احنا بنقشر الفلفل علشان قشرة الفلفل حتى لو فرمناها في الكبة بتبقى باينة في السلطة شوية، انما قشرة الطماطم بتدي تقل للسلطة بتاعتنا، وفي نفس الوقت مش بتبان وبتبقى ناعمة جدا في الفرن. هاخد كل الخضار اللي في الصينية بتاعي، احطه في الكبة او في شفشق الخلاط، او احطه في طبق وهرسه بالهاند بلندر، اي حاجة متاحة عندنا. وهضيف عليه 3 معالق كبيرة من المية، معلقة صغيرة من الصلصة، معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من زيت الزيتون. وهنا بقى يفضل زيت الزيتون وما نستبدلهوش بأي زيت نباتي تاني. معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من الكمون، ربع معلقة من الشطة، معلقة من الكزبرة المطحونة، معلقة من البابريكا. وهفرمهم كويس جدا في الكبة، هفرمهم ناعم جدا. هفضل معاهم في الفرن لغاية ما اوصل للنتيجة دي كده النتيجة المطلوبة في الفرم لسلطة الخضار بتاعتنا. دلوقتي هجيب طبق وهفضي فيه سلطة الخضار بتاعتنا. نقدر بقى نحط على وشها شوية زيت زيتون، ممكن نحط على وشها خضرة او كزبرة، شبت، بقدونس، ممكن نحط على وشها نعناع مجفف، اي حاجة احنا حابين طعمها معاها. لكن هي كده كانت بسيطة وكانت لذيذة وكانت طعمة جدا لما عملناها وكلناها بالشكل ده. بصوا شكلها حلو قوي، وريحتها وتتبيلتها جميلة جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واتمنى تشوفوا قد ايه هي سريعة وبسيطة، ولا بتاخد في المكونات ولا بتاخد في الجهد والتحضير. خلص فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. وأترككم في رعاية الله وأمنه، وأشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.